ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طاجن سهل وسريع ومش مكلف، يعني على قد اخر الشهر. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير. هنجيب دلوقتي معانا الجنيحة، غسلناها نقعناها وغسلناها كويس جدا، وبعد كده قطعناه، فصلنا الجناح عن بعضه وحطينا عليه بصل، بصل شرايح، وشوية ملح، وحطينا فلفل اسمر وورق لورا وروزماري وكبيبة صيني. وطبعا دي التوابل بتاعتي اللي انا بحبها في الاكل. انت لو حابة تزودي توابل تانية او تشيلي توابل مش موجودة عندك مفيش مشكلة. المهم هتدعكي الجناحة دي بالبصل والملح والفلفل. وانا هنا كان عندي خضار فروزن، انت ممكن تجيبي اي نوع خضار انت حباه من السوق برضو مفيش مشكلة. انا بحب الخضار المشكل. بنبدأ نفضي كله على بعضه بالشكل دوت. وممكن لو عندك بصل، لو بتحبي البصل تحطيه، بيدي طعم وبريحة حلوة جدا. وبعد كده بنبدأ نحط 3 معالق صلصة بس مش اكتر، من ما نزودش يعني، لان هو لازم يبقى فاتح ما يبقاش لونه غامق بالشكل دوت. وهنبدأ نقلبهم كده، كله لازم يختلط في بعضه او يتجانس مع بعضه بالشكل دوت معانا. وهنكون محضرين طاجن. الخضار بيبقى طعمه حلو جدا في الطاجن. اهم حاجة ان احنا ما نحطش الجناحة تحت، لازم نحطها على وش الطاجن عشان حتى تغير من لونها. فهنبدأ نحط الخضار هو الاول كله تحت ونبدأ نرص الجناحة على وش الطاجن من فوق كده، هتدي طعم. كل الطعم دوت هينزل على الطاجن من تحت. وانا كان عندي عود قرفة ورشيت، حطيت عليهم واحدة مرقة بالشكل دوت وزودتها مية. وهنبدأ نحطه في الفرن. ممكن يقعد على حسب الفرن بتاعك، ممكن يقعد ساعة، ساعة ونص، ساعتين، على حسب كل واحد على حسب نوع الفرن بتاعه. وكده احنا خلصنا الطاجن.